انا اتجوزت باغرب طريقه ممكن تشوفها في حياتك. خطيبتي زمان وقبل ما تكون مراتي كنا مخطوبين 5 سنين، علشان ساعتها الحاله الماديه كانت تحت الصفر بشويه كمان، وساعتها بدا كل يوم يجي لها عريس وانا لسه مش جاهز. ولما فكرت شويه ولقيت نفسي لسه ما حققتش اي حاجه، قررت اسيبها عشان ما ابوظش مستقبلها. وقلت لها يا حبيبتي معلش، لازم تشوفي حياتي، انت تستاهلي حد احسن مني. ردت عليا ساعتها وقالت لي وهي بتعيط: احسن منك ايه يا عم، احنا الاتنين معفنين وشبه بعض ومش هلاقي حد يستحمل نكدي غير. قفلت التليفون في وشها وكانت بتعيط، وانا ما كنتش عارف اعمل ايه وقتها. الحب اللي بجد ظهر بقى لما كنت راجع البيت بعد ما خلصت شغل، لقيتها قاعده مع بابا وماما في الصالون، فانا افتكرت انها جت علشان تديلهم الدهب، واتحركت من موقفي ساعتها وما رضيتش ادخل بصراحه، ورحت على اوضتي وكان صعبان عليا نفسي، بس انا راجل وما ينفعش اعيط. اخويا جه ورايا وقال لي: اطلع يا عم شوف خطيبتك المجنونه جايه علشان تتقدم لي، وبتقول لهم انك لو فكرت تسيبها تاني مش هيحصل كويس، لانها بنت اصول وعمرها ما هتفكر في حد غير علشان ظروفها. واداني صينيه العصير وقال لي: يلا يا عريس اطلع قدمها العروس بدل ما تبقى فضحتنا بجلاجل في الشارع. لما طلعت فهمت بابا ايه اللي حصل، ومن هنا بقى ابويا حلف اني مش هتجوز غير، ومن يومها البيت كله اشتغل علشان يدخل لي فلوس ونتجوز، والحمد لله دلوقتي متجوزين وحالتي الماديه كويسه، ومعايا احمد وساره وعقبال.